السلام عليكم. وده تاني يوم في تجهيزات العيد ميلاد بتاع بنت إنجي. فده تاني يوم كانت زهرة بعت للراجل بتاع الطباعة، هي اسمها جرين لاين، موجودة في ميدان المديرية. تمام. فأنا هخلي لكم العنوان ورقم تليفون، هصور لكم الكارت بتاعه. فكانت بعتهم له على الواتساب، وهنا رحنا نستلمهم. صراحة راجل في منتهى الذوق، طيب جدا. وكل حاجة قلناها له، احنا كنا اصلا رحنا واتفقنا معاه وبعتنا له الصور على الواتساب. دول الصور بتاع المية، ده الستيكر اللي طلعناه اللي هيلزق على المية. فعمل لنا كل حاجة زي ما احنا عايزين واحسن كمان. فرحنا نستلم، صراحة عمل لنا الكمية وبزيادة اللي احنا كنا طالبينها. ربنا يبارك له يا رب. الأستاذ عصام محترم جدا جدا جدا. فزي ما قلت لكم، هو في ميدان المديرية. تسألوا على جرين لاين، هيقولوا لكم على العنوان لو حب حد يعمل حاجة زي كده. خدنا بتوع المية وخدنا بتاع اللي هو بتاع المارشميلو. ده العنوان، لو عايزينه اعملوا ستوب للفيديو وخدوا الرقم التليفون وخدوا العنوان. لو حب حد يتواصل معاه، يعني بيعمل كل حاجة، بيعمل البانر، بيعمل الستيكر ده. بيلزق على فكرة، يا دوب احنا بنشيل الورقة ونلزقه. بيعمل ميداليات، بيعمل كل حاجة كل حاجة. وده البانر بتاع الكبير بتاع انجي. وبس كده، وهناخد احنا الحاجة وهنروح لفانيليا طبعا. انتوا عارفيني من زمان. بصوا، انا حبيت اخد لقطة كده من المحل بتاعه واوريكم الحاجات اللي بيعملها دي. انا سألته قلت له انت بتعمل كل الحاجات دي؟ قال لي صراحة بتعملوا له التصميم، ولو عايزين اي حاجة تزودوها في الصورة تنقصوها يعملها لكم يعني. بس كده. خدنا البانر وعلى طول على فانيليا. هي يعني شارع واحد بنطلع لفانيليا. وهوريكم برضو خدنا ايه. هنا رحنا الفانيليا، برضو كنا باعتين لاستاذ سامي الصوره عشان يطبع لنا الصوره بتاع الكب كيك. وخدنا منه العلبه بتاع الكب كيك، وخدنا هي الصوره دي زي ما بتقول لي انجي انتوا هتعملوا لها حمله انتخابيه، صوره واحده طبعناها على كل حاجه. بس كده. عندهم فانيليا، دول عندهم كل حاجة برضو، من الإبرة للصاروخ، حاجة الحلويات، مستلزمات الحلويات. أنا مصورة عنده كتير جدا، ولو عايزيني أحط لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف قولوها لي وأحطه لكم. أنا عاملة عنده جولة زمان. فبرضو خدنا حاجتنا كل حاجة من عند فانيليا اللي كانت ناقصانا، اللي احنا ما جبناهاش. احنا جبنا الزينة من القاهرة وجبنا كل حاجة، بس الحاجات الفريش كلها خدناها من فانيليا. وبنبعت له الصورة بيطبعها لنا. عايزين صورة كبيرة، عايزين صور الكب كيك، اي صورة انتوا عايزينها تبعتوها له على الواتساب. انا عشان بتعامل معاه على طول فببعت له الحاجة على الواتساب. او كنا رحنا المحل تاني جبنا منه حاجات بتاع ال الكيك بوبس والحاجات دي. المهم، رحنا هنا خدنا حاجتنا التانية، خدنا الشوكولاتة وخدنا الحاجات اللي باقية. وهنروح على البيت عشان نبتدي نجهز. هنا زهرة كانت بتتفرج. وصراحة فانيليا ده لما تروحوا بتبقوا عايزين كل حاجة. هنا برضو أنا كنت بختار حاجات كنت عايزاها. فانيليا ده بتروحوا على حاجة بتطلعوا حاجات تانية. يعني مثلا أنا اليوم اللي أدفع 200 ولا 300 جنيه، العسل رانيا اللي موجودة في المحل بتقول إيه ده أنت مش واخدة حاجات كتير. فتعودت عليا كل ما أروح ببقى عايزة ده وعايزة ده. أنا عايزة كل حاجة صراحة. يعني أي محل بتروحوا له بتلاقوا عايزين كل حاجة. فهنا كنت بوري الزهرة الحاجات اللي موجودة. في مرة كده هنوريكم الخميرة عنده دي تحفة جدا. أنا باخدها منه. حلوة قوي قوي الخميرة دي، خميرة فورية. بس هنا عنده الحاجات بتاع السبوبس، عنده الكريم شانتيه، عنده كل حاجة، الشوكولاتة السايحة عنده أنواع. يعني بصوا فانيليا ده تروحوا عنده تختاروا كل حاجة. بس كده. زي ما قلت لكم هناخد كل حاجتنا وصورنا وحالتنا حاجتنا ومحتالنا. وهنروح البيت. هنا الشوكولاتة دي برضو حلوة قوي قوي قوي، الشوكولاتة اللي هي الطويلة دي. بس هنا كنا جينا البيت وما تاخدوش على الأحمر والأخضر. أنا لقيت زورة هتصورني، خدت الطرحة خضرة حطيتها. هنا زورة كانت بتعمل المارشميلو، وأنا هنا كنت بعمل الأزايز، بشيل الستيكر بتاع المية اللي موجود، عشان احنا اشترينا الكراتين المية بالشكل ده. بنشيل الستيكر اللي موجود فيه وبنركب الستيكر اللي احنا جبناه. صراحة كان
كانت فكرة حلوة أوي، أوي، ودي فكرة زوزو طبعًا. كانت حلوة أوي. بُصّوا بعد ما عملناها كده راحت زهرة زوّدت اللي هي الفيونكة دي أو البابيونة، وبُصّوا الشقة عندي اتبهدلت والأوضة اتبهدلت وكل حاجة مبهدلة، بس كنا بنشتغل وإحنا مبسوطين والله العظيم وعلى قلبنا زي العسل، ما يهمناش البهدلة والحاجات دي، لا، لا، لأ. المهم هنا اليوم اللي إحنا عملنا فيه عيد ميلاد بالضبط، قُمت الصبح بدري عملت الcupcake عشان يكون فريش، والcupcake أنا عاملاها معاكم قبل كده، لو عايزينّي أعمله لكم تاني ما فيش مشكلة أو أحط لكم الفيديو. المهم عملت الcupcake واللي بالاقيه مقابب كده باروح أشيل الزيادة اللي فوق دي عشان لمّا أحُط الصورة تجيني الصورة يعني مساوية يعني بعض، فكنت باشيل الزيادات دي بالشكل ده، وطبعًا الزيادات دي ما بتترميش، في مرّة كده هاقول لكم نعمل بيها إيه. وهنا الصورة دي بتاع الcupcake اللي إحنا كنا جايبينها معانا، على فكرة أنا جبتها بالليل وخلّيتها في الكيس بتاعها لغاية تاني يوم ما بيحصلهاش حاجة خالص وبتتاكل. تخلّوها في الكيس وبرّه التلاجة، ما تحطوهاش بس في التلاجة، وتخلّوها في الكيس بتاعها ما يحصلهاش حاجة. أنا دايمًا باستلم الصورة بالليل أشتغل بيها تاني يوم ما بيحصلش حاجة. المهم عشان هنا بتبقى الورقة فيها 15 واحدة، 15 صورة بتاع الcupcake، فأنا بافرّغهم بالشكل ده، باشيل باقطّع الزيادات وباخد الصورة بس. يعني العملية سهلة جدًا وزي ما قُلت لكم مسلية جدًا، جدًا، جدًا. هنا كنت زي ما قُلت لكم اليوم العيد ميلاد أنا قُلت أعملها الصبح عشان تبقى فريش. هي دي الصورة بعد ما أقطّعها كده أهو بالشكل ده، يا دوب. وهنا كنت مسيّحة الشوكولاتة، شوكولاتة بيضا أو سودا براحتكم. باسيّح الشوكولاتة وأحطها من تحت بتلزّق لينا الصورة وتخلّي الصورة ما ت يعني لازقة ما تتحركش من مكانها. باحط شوية من الشوكولاتة كده واشيل الورقة من الصورة واحطها على الشوكولاتة. هتشوفوا يعني سهلة جدًا، أي حد ممكن يعملها. بتشيلوا يا دوب الورقة اللي من تحت أهي، وتحطوا الصورة على الcupcake. سهلة جدًا، 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 وأي واحد ممكن يعملها، بس بتحب الصراحة الصبر وتحب يعني الواحد يكون غاوي، غاوي الحاجات دي يعملها. والبت جوجو كده طلعت قمر، قمر، قمر. بس بعد ما باخلّص الكمية بُصّوا بالشكل ده بتبقى لازقة ما تتحركش. بعد ما باخلّص الكمية كريم شانتيه عادي جدًا، وبنقعد نحط الكريم شانتيه ما بين الكب كيك والصورة، يعني بنداري الزيادات اللي بتبقى موجودة هنا أهي، بتبقى شكل وردة ومدارية الحتة الفاضية دي اللي بتاع العجينة أو بتاع الكب كيك يعني، ومغطية لينا النُص في الصورة. باكمّل كل الكمية بالشكل ده. بس هاكمّل الكمية كلّها بالشكل ده، وزي ما قُلت لكم الموضوع سهل يعني. والحمد لله، الحمد لله بعد الشغل ده جاني شغل تورَت، هابقى أورّيكم التورَت اللي أنا باعمل. فالحمد لله، الحمد لله بقيت أعمل تورَت كتير. هنا بعد ما خلّصت حطيتهم في العلبة أهي، العلبة بتاع الcup cake دي مخصوصة وبتقفلي عليهم وتاخديهم ما بيحصل لهمش حاجة. هنا كنا خلاص خلّصت ورُحنا للكافيه. بُصّوا رايحين الصبح بدري لسه بينضّفوا الدنيا أهو عشان نروح نعمل الزينة. وخلاص أنا هاخلّص هنا، والباقي هاعمل لكم بيه فيديو تاني عشان أنا ما باحبش أطوّل الفيديو، عشان الناس بتزهق بتشوف أول الفيديو بس وما بتكمّلش للآخر، فقُلت هاقسّمه على مراحل. هنا طبعًا حطينا حاجتنا ويوسف بيلعب في المُرجيحة وخلاص ابتدينا نزيّن الدنيا. وزهرة الحاجات دي كان سيد صراحة اللي مع إنجي خدهم لينا بالليل للكافيه وعشان هم اللي عملوها، ففي مرة كده هاعمل لكم فيديو المرحلة دي. يالّا أتمنى الفيديو ده يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. أشوفكم على خير في فيديو جاي. السلام عليكم.